ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده التنظيف الاسبوعي بتاع الاوضه، وكمان هنعمل تغيير بسيط. التغيير اللي احنا بنعمله في الاوضه بيفرق فرق طبعا جامد في الاوضه. حتى لو هتغيري ترابيزه طبعا من مكانها بيفرق في شكل الاوضه، وبيدي طبعا نشاط وتجديد كده في الاوضه حلو. وطبعا بيغير النفسيه طبعا. انا من الناس اللي بحب اغير كل فتره كده حتى لو تغييرات بسيطه. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها طبعا مع بعض، هنفضي طبعا الترابيزة والتسريحة عشان نعرف نحركهم من مكانهم. طبعا الكتب كلها هنحطها على السرير. انا اول حاجة بحب اعملها طبعا في الأوضة، بس طبعا عملتها في الاول. طبعا بنفض الشيش بتاع البلكونة، وبمسح السراير طبعا بلمعها بفوطة. طبعا نجيب الكيس بتاعنا، لازم نجيب كيس جنبينا طبعا عشان اي حاجة ما بيبقاش ليها لازمة، ورقة قلم اتكسر طبعا، ما في حاجات ملهاش لازمة طبعا بتبقى مركونة، بنحطها في الكيس معانا. وتكوني نفضتي طبعا الشيش ومسحتي السراير بتاعتك وظبطتيها ولمعتيها. وانا كده خلاص عملت المرحلة دي، ودخلت طبعا على ان انا فاضي الترابيزة وافضي التسريحة دي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في فيديو قبل كده. انا عاملاها كأنها تسريحة ليهم. فكده احنا فضيناهم، وهنكنس من تحتيهم زي ما انتم شايفين، وعشان نمسح الأوضة مسحة حلوة ونلمع اي حاجة عايزة تتلمع في الأوضة. ده التنظيف اللي انا بحب اعمله كل اسبوع. لكن احنا طبعا يوميا بنكنس طبعا الأوضة بتاعتنا، وبنطبق البطاطين او مرة نحطها في الشمس، ونظبط طبعا اوضتنا يوميا. لكن النظافة الاسبوعية دي طبعا انا بغير الملايات كل اسبوع، وطبعا بمسح كل اسبوع لان الدنيا شتا طبعا ما بمسحش كل يوم. كده هنلمع طبعا المراية بتاعتنا. وادي شكل الأوضة بعد ما نفضنا وكنسنا. فاضل ندخل على مرحلة ان احنا نمسح ونرجع طبعا الحاجة ونعمل التغييرات البسيطة اللي بتفرق في شكل الأوضة. فطبعا كل فترة غيري شكل الأوضة وجدديها هتفرق معاكي خالص. كده هنمسح الأوضة طبعا مسحة حلوة، وندخل على مرحلة ان احنا نفرش طبعا. وادي كده خلاص مسحنا طبعا الأوضة المسحة الحلوة بتاعتنا، ونرجع الحاجة أحلى من الأول طبعا. ادي كده التغيير. انا هجيب طبعا خلينا نسميه بلاش تسريحة، نسميه كومودينو صغير نحطه هناك، ونجيب الترابيزة هنا ونرجع طبعا نمسح مكانهم. وهنحط الكتب تاني طبعا ونفرش طبعا على نظافة. وهنعلق الحاجات دي طبعا اللي احنا نزلناها بعد ما مسحناها طبعا، ونحطها تاني. طبعا نظافة عن نظافة بتفرق كل اسبوع. ممكن الاسبوع اللي بعده تلاقي الدنيا طبعا النظافة معاكي زادت شوية، في حاجات ظهرت عايزة تتلمع، عند اكباس النور طبعا اتوسخ، ممكن البلكونة فيها طبعا مع الفتح والقفل مكان ايديهم عايزة تتلمع. طبعا كل نظافة بتفرق في الاسبوع عن التاني على حسب. انا الاسبوع ده طبعا نفضت وكنست طبعا، ودينا بنمسح طبعا. المسح ده كل اسبوع عشان الدنيا دلوقتي الجو حلو، ما بنبقاش مفتحين طبعا زي الصيف، تبقى الدنيا مفتحة على طول. كده انا هظبط طبعا الكومودينو بتاعهم ده. طبعا دي خلاص اتكسرت، هغيرها واحط لهم الاكسسوارات بتاعتهم في العلب دي، ونظبطهم. طبعا هتلاقوا في حاجات طبعا بتبقى عايزة تترمي، حتى الادراج برضه بيبقى فيها حاجات بتزيد، بننضفها طبعا اول باول كده عشان نفضي الدنيا ونظبطها طبعا. وتفرق طبعا في التغيير عشان غيرنا مكان الترابيزة ومكان الكومودين. كنت الاول بغير كمان السرير، بس من ساعة ما حطيت المراية ما بقيش ينفع طبعا اغير السراير. اهو كده خلاص خلصنا الكومودينو بتاعهم. هنخش طبعا على الترابيزة ونحط الشنط دي تحت الترابيزة لما يعوزوها، عشان نرص الكتب طبعا على الترابيزة بتاعتهم. يبقى كده غيرنا، جبنا الترابيزة مكان الكومودينو والكومودينو مكان الترابيزة. هو تغيير بسيط بس بيفرق خالص في الأوضة.
اي تغيير بسيط بتعمليه في الأوضة بيفرق طبعا في شكل الأوضة وبيغيرها وبيخلي شكلها حلو خالص. وطبعا بيجدد طبعا ويديهم نشاط طبعا وربنا يهديهم ويذاكروا. فبنعمل معاهم ايه اي حاجة تخليهم كده قاعدين في حتة كده حلوة ونظيفة عشان نشجعهم طبعا المذاكرة اللي احنا بنزقهم عليها زق طبعا. بنتي بصوا بترميلي الحاجة يعني هي كده بتعمل معايا كده. خلاص اهو ظبطنا الكتب بتاعتنا. هنرجعهم طبعا زي ما كانوا. والكومودينو كده خلصنا منه ومسحنا الأوضة طبعا. وحاطين بطاطيننا ما تنسوش في الشمس. وسايبين المراتب تتهوى. يا ريت تسيبوا المراتب تتهوى ما تشيلوش على طول الملاية وتروحوا فرشين الملاية التانية على طول. سيبوا المراتب طبعا يخش لها هوا وتتجدد. خلاص كده ظبطنا الترابيزة وخلصناها وخليناها زي الفل. طبعا الأقلام دي طبعا لازم نلف على الكوباية بتاعة الأقلام دي. لقيت طبعا حاجات ملهاش أي لازمة محطوطة لازم نتخلص منها ونرميها. أول بأول كده النظافة الصراحة بتريح. وكده نكون عملنا الترابيزة وعملنا الكومودينو. وادي الدواء كمان هنحطه كمان على الكومودينو عشان بنتي تفتكره عشان تاخده على طول. هي كبيرة طبعا مش صغيرة عشان لما اقول لكم بتفتكروا تاخده. ده طبعا مقويات عشان الانيميا. طبعا بنعمل على قد ما نقدر عشان المذاكرة وانتوا عارفين الثانوية العامة ربنا يقف مع كل اللي في الثانوية العامة بتغييراتها وقراراتها الغريبة اللي كل شوية بقرار. ربنا يصلح الحال. ادي الكيس اللي بقولكوا عليه لازم يكون معاكوا في وانتوا بتنضفوا هتلاقوا كل شوية حاجة ملهاش لازمة تظهر تحطوها في الكيس. كده خلاص هنفرش طبعا الملايات بتاعتنا بعد ما سيبناها تتهوى. ونحط ونجيب بطاطيننا طبعا بعد ما هوناها وحطيناها في الشمس نحطها على السرير. طبعا البطاطين مش كل يوم بتتحط في الشمس. كل كام يوم يوم او يوم لا براحتك. بس لازم تحطيها طبعا في الشمس. خلاص كده فرشنا الملاية ونفرش طبعا المخدات. وكده مسحنا وظبطنا الأوضة. وده الروتين اللي احنا بنعمله او التنظيف اللي احنا بنعمله في الأسبوع. تغيري الملايات كل أسبوع حلو أوي أو انتي على حسب بقى بس أنا الصراحة بغير ملاياتي كل أسبوع. بس الملاية اللي فوق طبعا اللي في السرير اللي فوق أنا ما بغيرهاش كل أسبوع لأن محدش بينام عليها. فبسيبها الصراحة ممكن أسبوعين لأن هي ايه محدش بيستعملها. هي دي السرير ده انا ما بغيروش كل اسبوع لان محدش بيستعمله. فبس الدباديب بس بتتلخبط كده او حاجات بتطلع فوق نظبطها على السريع وخلاص. الشنطة العجيبة دي بتاعت بنتي اللي احنا كل ما نخبيها تدور عليها وتجيبها وتلعب وتطلع اللعب وتبهدل طبعا الدنيا كل شوية. كده خلاص اهو فرشنا الملايات وجبنا طبعا البطاطين اهي نحطها طبعا على السرير بعد ما هوناها. طبعا النظافة دي بتاعت الأسبوع دي بتريح طبعا الأسبوع كله. تخشي بس تطبقي البطانية أو تحطيها في الشمس وتكنسي الأوضة كنسة حلوة كده وتظبطيها وتبقى الدنيا سهلة عليكي. وكمان السجاد ده المشايات قصدي اللي احنا غسلناها مع بعض شايفين منورة ازاي. اللي احنا كنا حاطينها طبعا تحت الشلت طبعا انا استغلتها طبعا عشان الأوضة السجاد يبقى ماشي مع الستاير. فروحت فرشتها عشان لونها احمر طبعا زي الستارة. كده خلاص مسحنا وخلصنا وظبطنا ستارتنا والأوضة بتاعتنا خلصت. تعالوا شوفوها. ادي الأوضة طبعا بعد ما ظبطناها وفرشناها وعملنا التغيير البسيط. ودينا الترابيزة هنا وجبنا الكومودينو هنا. فرق طبعا وبيفرق مع بنتي جامد في المذاكرة. فغيرت لها تغيير بسيط في الأوضة. شايفين طبعا.
وطبعا بعد فترة طبعا هنغير ونحط الترابيزة ونرجع الكومودينو مكانها، بس بعد فترة عشان نحس بفرق التغيير. وادي الستيكر ده اللي احنا عملناه طبعا شكله حلو ومدي تغيير طبعا لل للكومودينو ده. احنا خليناه كده حسسناهم ان هو في أوضة بنات، فجبت الستيكر ده ولزقته، شكله جميل جدا. لسه طبعا مشلتوش، لما يجيب اخره كده لما اجي اشيله هوريكم طبعا هنشيله ازاي. وادي السراير كده ظبطناها، وظبطنا اوضتنا طبعا وخليناها زي الفل. شايفين طبعا، وعملنا طبعا المشايات زي الستارة، وعملنا الأوضة وخليناها زي الفل. والفيديو بتاعنا خلص، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا باي.